حول ولا قوة إلا بالله. بتحمّر نفسها القرصة كده في الفرن، تلاقي وشها أحمر كده، وطعمها بقى ما فيش بعد كده، تاكليه لوحده كده. خلاص طبعًا دخّلتها الفرن زي ما قُلت لكم، وخبيزها ما فيش أسهل منه، والله وعجينها برضك يعني أكتر وقت هتاخده اللي هو وقت الخميرة، بس عشان إحنا في الشتا بتعوزي بس تدفّيها شوية، وتاخد الوقت براحتها إنها تخمر. كنت طلّعت القرص بتاعتي طبعًا، إحنا بنحبها لونها أغمق شوية يعني عن أي حد، يعني كل واحد ليه طريقة معينة، هتلاقوني عاملاها لونين كل واحد وليه طريقته. تمام، يعني أنا بادّيكِ الوصفة والطريقة الصح بمقاديرها، لكن اللون بقى بتاع التسوية دوّة بتاع كل واحد براحته، يعني أنا مش بنحب المخبوزات تبقى فاتحة أوي. أول ما تطلع بقى أنتِ بتبرديها كده تهدى شوية، هي مش بتلزق في الصينية ولا بتدهني الصينية بحاجة ولا أي كلام من ده خالص. كنت باطلّعهم هنا على صينية العشا كده عشان يبردوا، وبعدين بقى بتقسّميهم بقى لو هُم كمية كبيرة عليكِ،